هلا حبايبنا، شلونكم اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. نلتقيكم اليوم وفيديو جديد، ولا هو روتين ولا هو طبخة، هو حلم لكل الاطفال. وهيجي اماكن صارت هسه بالعراق حلوة وبدأت تحقق احلام الاطفال. هيجي اماكن من تشوفيها وتشوفين الامكانيات اللي بيها تتمنين صدق ترجعين طفلة حتى تشاركين بهاي الألعاب، تشاركين بهاي المجالات، تشاركين تعيشين طفولتك. احنا بالأخص جيل الثمانينات عشنا طفولة صحية، يعني طفولتنا كلها كانت حروب، من حرب إيران، الحرب الكويت، للحصار، إلى ما نريد نخوض بالماضي، نريد نشوف المستقبل وجمال المستقبل. وهاي مدينة الأحلام، حلم الطفل أو حلم الأطفال، صدق حلم الأطفال، وشفناها وتمنينا نرجع أطفال. هاي هنا أول قسم هو قسم الهاند ميد. طبعا هاي بالتميمي تسوي فد شكل يعني كلش حلو، شكل مهرج أو وردة أو هيجي شي، انطوها نموذج وعلى هذا النموذج هي تطبق. طبعا البنات كانوا كلش حبابات ووردة ومتعاونات، يدخلون مجموعة مو هوسة، مو أطفال يعني هواي يفوتوا ويشتتون بيناتهم، لا، مجموعة كل واحد اختصاص، اللي يحب بالسلايم، اللي يحب يعني رسم، اللي يحب أعمال يدوية هاند ميد، يعني بكيفه. هنا هاي قسم الرسم أو المرسم. هنا الأطفال الصور قسم الأطفال بوليسمان. هاي البوليسمان، وهاي نونو، هاي بنتي الصغيرة بزي البوليسمان. طبعا شي كلش حلو، الأطفال كلش يستمتعون. أنصح كل أم عندها أطفال وتريد تمتعهم يوم خاص بيهم، كلش يتمتعون بيه وينطلقون، تاخذهم لهذا المكان. طبعا كلش حلو، كلش ممتع، بدخولية. هو الدخولية يعني مثل احنا عندنا ميمي عمرها 7 سنوات، فكان تذكرتها 20. نونو 5 سنوات، أقل 4 سنوات، التذكرة مالتها 15. الأم والأب يدخلون مجانا ويا 2 من الأولاد. أي أحد بالغ ويا العائلة بعد تكون التذكرة مالته 5000. هاي إحنا من رحنا يعني. هسه هم مسوين فد عرض إنه الأم والأب و4 أولاد ب50,000. يعني هو نوعا ما المبلغ بصراحة مو قليل، يعني اللي عنده هواية أطفال الله يحفظهم إن شاء الله، مثل اللي عنده 6 من يروح، و6 مثل فوق ال5 سنوات بال7 سنوات يدفع لكل واحد 20,000، هواية. بس هسه هم مسوين هيك عرض إنه ال6 نفرات، يعني 4 أولاد والأم والأب 50,000. هاي هنا بنشاط الإطفائية. طبعا النشاط كان كلش حلو، لبسوهم ملابس إطفائية، نزلوهم مثل ما الإطفائيين شلون ينزلون، وياخذوهم ويفروهم بالمدينة. والبوليسمان اللي شفناهم قبل شوية، اللي همين يدخلون هذا الفعالية، فعالية البوليسمان، يجون الأولاد يجون شلون يسدون الطريق، يعني على أساس إنه هذا الفندق يحترق، فيجون يسدون الطريق هم اللي بلبس البوليسمان، يسدون الطريق، ويجون الأطفائية. وهاي شوفوها، هاي المرشات مال المي، شوفوها هاي اللي لابسين البوليسمان شلون يسدون الطريق. يعني فعالية كلش حلوة وواقعية تقريبا تحسوها، الأطفال كلش يستمتعون بيها. هاي راح يجون هسه هذولا اللي هم بزي الإطفاء، شلون راح يطفون الحريق بهاي المرشات اللي موجودة هم مهيئينها. يعني فشي كلش حلو، كلش فشي حلو راقي وإدراكي للأطفال. طبعا أكو للي أعمارهم صغيرة أكو ألعاب خاصة بيهم، للي أعمارهم أكبر شوية أكو ألعاب إلكترونية، أكو شغلات مثل يعني تناسب أعمارهم، يعني هو متكامل بيه كل الأعمار، تناسب كل الأعمار. هلا حبايبي، شلونكم؟ راح نبدي نشوف المشتريات مال اليوم. طبعا انا مصورة لكم كل المشتريات لان هوسة وهواية، بس شغلتين يعني اكثر شغلتين كلش حابتهم حبيت اشوفكم اياها. طبعا انتو تعرفوني، عرفتوا بعد جد اني احب البخور، وبالاخص شغلات عبد الصمد القرشي كلش تعجبني، فاخذت من عبد الصمد على التخفيض. طبعا بما اني هاي بس فترة تخفيضات، هاي المبخرة جميلة،
راقية كلش راقية. يعني إذا تبين تخلين قطعة راقية ببيتك، غرفة الخضار، الهول، شوف شنو يعني أمسكش بيها، الشي كلش فخم وراقي. هاي قطعة بنات مثل ما تشوفون، هاي مالتها طبعا ثقيلة مو خفيفة، الشي كلش راقي. طبعا هي شكلها مألوف، يعني مو فد ديزاين غريب، بس هو هذا يعني تقريبا المعتمد بالخليج، انه هذا الديزاين هو مال المناسبات يعني المعتمد تقريبا انه هيك شكله. هاي ماركة عبد الصمد القرشي. طبعا مثل ما قلت لكم يعني ثقيلة مو خفيفة، شي كلش راقي. سعرها 75,000 على التخفيض. اللي تحب هيك شغلات مثلي تلحق تشتريهن. اتصور فروع بغداد خلصت، يمكن اني باقي بيها بفروع اربيل بالبون. هاي الشغلة الثانية حبيت اشوفكم اياها. هاي بنات، هاي علبتها. الشغلة الثانية حبيت اشوفكم اياها، هاي عقائد التخزين. هاي طبعا حكيتها وياكم، صار يوم واصلين اوفر حتى. هاي بنات حتتحط مع الاكل حار. اخذت 2، يعني انا كلش حابتهم، حبيت اجربهم، ما اخذت هواية، اخذت 2 راح افتحها وياكم نشوف الكواليتي مالتها. هاي اكبر شي، يعني هي الوحيدة، هي اكبر شي. هاي طبعا هي بالتصوير تبين اكبر، بس هو يعني كاتب الولد قياساتها كاتبهم. هاي ستاندات بداخلها حتى تثبتيها بهالشكل، هنثبتها. ها ثبتها بهالشكل، بعرف تثبت. هاي الستاندات نزليها، هاي شكلها تحطين داخلها الاكل. تفيد صفرات ما صفرات، هاي السوالف، التوصيل، تجهيزات غذائية، التوصيل كلش مفيدة. أنا طبعا ما أخذت التوصيل بصراحة للمعمل، بس يعني هي حجمها صغير مو كلش كبير، فما تاخذ هواية، لا تاخذ هواية، ولا أتصور شي شغلات ثقيلة، لأنه ما أحسها يعني مو ذيك المتانة، يعني من هسه خيطها مفتوح فأحسها مو ذيك المتانة، يعني شغلات هيك خفايف، مو تمليها مالي كلش وتشيليها، يعني هيك أتصور شي. هذا شكلها. أخذت 2 قطعتين منها، هاي وهاي. طبعا أنا قلت له 2 زرق، بس هو داز وحدة سودة وحدة زرقاء. هاي 2 زرق. يلا هذا مو مشكلة. هاي مشترياتنا اليوم. هاي المشتريات مثل ما شفتوها. طبعا أنا مصورة هذا الفيديو من زمان، بس بصراحة ما صار لي وقت أنزله، وبالأخص إنه أني هالفترة كلش مقلبة الفيديوهات، لأنهم تعرفون بعد يعني البيت والمدارس والأولاد والامتحانات والعمل، يعني شوية صار لود علي، ف شوية أثر هذا الشي، أثر على القناة. إن شاء الله راح نلتقي فيديوهات جديدة وفيديوهات هواية، ومع ألف سلامة.